السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال لك اشتريها. ما هو ما يعرفش غير اللغة دي، لغة البيع والشراء. اشترينا حكام، والحكام شاطوا في الشعوب وولعوا في البلاد وباعوها. فما فيش مانع ان احنا نكمل شراء بقى، نشتري. ترامب عايز يشتري غزة، ترامب عايز يشتري غزة، ما يعرفش انها متباعة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هو ده بقى اللي ما يعرفوش. هو فاكر على وتر الحكام بيع واشتري، بيع واشتري. وبكام هتيجي؟ بكام هتجيب دي؟ بكام؟ والفصال والجدال وخلاص تممنا. وبعت طبعا للتجار على انهم ملاك، بعت للسيسي وبعت لابن سلمان وبعت بتاع البندورة يقعدهم قدام منه ويقول لهم بكام تبيعوا القطاع؟ بكام؟ ما هماش ملاكم. هم صحيح اذا كان استضعفوا شعوب بميليشيات وبعصابات بعد ما قتلوا وبنوا سجون واسوار عاليه وهجروا وعملوا وسووا، لكن هذه البقعه تحديدا متباعه، اهلها بايعين نفسه. شفت انت المقوله؟ يعني ستجدون قوما يحبون الموت كما انكم تحبون الحياه. فدول بايعين اصلا من بدري، البيعه متباعه. ان الله اشترى، خلاص ربنا اشترى، هم قبلوا البيع. هو طبعا ومحور المقاومه اللي في عز ظهر الوش الحقيقي يعني لمؤمني هذا العصر. وان اللي كانوا يعني الزبايب بتاعتهم قد كده والمصاحف ما بتوقعش منهم، الان حصحص الحق. ترامب عايز يشتري غزة، يقول لك هشتريها وهعمل فيها مشاريع والباقي هديه لناس. ترامب يتمسك بخطة تهجير الفلسطينيين، ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وبعت لدلاديل العرب يعملوا معاه اجتماع علشان يخلصوا في الحكاية دي. طبعا بعد الحرب الضروس اللي احنا شفناها والمقاومة الباسلة. وعايزك بس تعمل وجه مقارنة بسيط جدا، مش لضعفه والله، وإنما لقلة إمكانيات عند حزب الله. لما حزب الله توقف وأعلن الهدنة، المجرمين خرقوا الهدنة. ليه؟ لأن حزب الله ما هواش دولة، ولكن مجموعة من الرجال المقاومون اللي حيناهم بما يستحق أن يحيوا، بما يستحق أن يحيوا، ولكنهم لا يمتلكوا القوة الكافية لردع الكيان. ولذلك جم عند مرحلة معينة وعملوا مفاوضات والكيان غدر بالاتفاق. لكن لم إن شاء الله ولن بإذن الله يغدر بأهلنا. ليه؟ لأن احنا شفنا حاجات في المعركة مش ممكن تدخل عقل أصلا، يعني مش ممكن تدخل عقل. يعني صدق صاحب المقولة اللي قال إن لو قيل لي إن الملائكة بيحاربوا معاهم ما كنتش أستغرب، ما كنتش أندهش إن العالم كله يبيعهم وإنهم يصمدوا وإنهم يكملوا وإنهم يوصلوا لمرحلة التفاوض، وإنهم بعد التفاوض يوصلوا للمشاهد اللي إحنا شفناها بالعزة والفخر وإن تم الانسحاب كامل من محور نتساريم امبارح. خلاص انتهينا. فيد الله فوق أيديهم قولا واحدا، قولا واحدا. وإن مش دول اللي يتباعوا ويتشري عندهم طبعا. ولا ننسى بطولة اليمن يعني هم واليمن محور المقاومة بشكل عام، محور المقاومة بشكل عام. لكن أنا أشيد باليمن أكتر مما بقيت بمحور المقاومة. ما حدش يزعل مني على بعد المسافة وقلة الإمكانيات، على بعد المسافة وقلة الإمكانيات. قبلوا بلاء يعني سبحان العاطي الوهاب. مش مقدرات وإنما قلوب باع، يعني أصحاب قلوب باعوها لربنا سبحانه وتعالى. تعالى شوف المجنون بتاع أمريكا بيقول إيه. مجنون أمريكا
قال لك أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن قطاع غزة، قائلا هذه المرة أنه لا يزال ملتزما بشراء غزة وامتلاكها، مضيفا أنه ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه. وتابع الرئيس الأمريكي: سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، مشددا على أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد أنهم لن يقتلوا. بيهددهم بيهددهم بالحسنى، بيهددهم بالحسنى. ما هو ربنا قال كده: إحدى الحسنيين وأنتم تتربصون بنا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين، إما الانتصار أو الشهادة. فهو بيقول لك إيه؟ يا كده يا كده، يا كده يا كده. ما كنت عملت حاجة، ما أنت استخدمت كل ما لديك، كل ما لديكم من أسلحة استخدمتموها، كل ما لديكم من أسلحة استخدمتموها تجاه أهلنا في اليمن وتجاه أهلنا في القطاع. وحرب ضروس لم تشهدها البشرية، كانت على اللايف صوت وصورة على مدار الساعة، وفي الآخر خرجتم صاغرين. صحيح كان في ضحايا، بس الضحايا دول عندنا احنا بنسميهم شهداء، عند اللي بيجاهد من أجل الله ورسوله بيسموهم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. طبعا بيقولك ايه؟ لا وحاسيب منها، يعني خلاص بقى أراك توزع من مالك. طبعا مش عايز أقولها. وأوضح ترامب أنه سيبحث حالات فردية للاجئين الفلسطينيين للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، مؤكدا أن دولا بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد خروجهم. وبعد الحديث معه مشيرا إلى أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طبعا عشان يديهم الأوامر، طبعا عشان يديهم الأوامر. ابن سلمان اللي بيقول لك لا وبتاع وعامل نفسه راجل دلوقتي، قال اني فلسطين ما هيش قضيتي وما فيش حاجه اسمها حل دولتين ولا ما حلش دولتين، انا ما يهمنيش اصلا القضيه برمتها، انا كل اللي يهمني اني يعني يبقى شكلي لطيف شويه قدام الشعب. انا الشعب اللي حبسه، اللي سجنه، اللي قتله، اللي حرقه، اللي سرقه برضه على فكره. يعني ما تفكرش الوليد بن طلال وغيره لما حبسهم في الفندق وخد فلوسهم، ده مجرم بكل انواع الاجرام، ما مش فارقه معايا. قال لك انا امي يهوديه، اللي ربطني المربيه اللي كانت في بيتنا يهوديه. ده بيقول للواحد يهودي اسرائيلي، بيقول له امي يهوديه، فاتفاجئ. قال له ازاي؟ قال له المربيه كانت يهوديه. ف رايح يجيبهم بقى عشان ايه؟ يأنبهم بقى ويذنبهم ويقول لهم يلا خلصونا في الحكايه دي. وتبع ترامب: لا اعتقد ان سكان غزه يجب ان يعودوا اليها، فالقطاع سبب مشاكل كثيره بالشرق الاوسط، ولا نريد ان تكون هناك حماس بعد اعاده البناء على حد زعمه. وقال ان الولايات المتحده ستمتلك غزة وتطورها وتعيد بنائها بحذر وبطء شديدين، مضيفا أن الدول الغنية بالشرق الأوسط ستشارك في إعادة بنائها وستبني مواقع جيدة للناس وللفلسطينيين وسيعيشون بسلام. حماس: غزة ليست عقارا يباع ويشترى. استنكرت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن شراء وامتلاك، وقالت أنها تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة. وشدد القيادي في الحركة عزب الرشق على أن غزة ليست عقارا يباع ويشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات وصفقة فشل. لا هم كلهم متعودين على الصفقات أصلا، هم متعودين مع الصفقات، مع النخاسة، حكام النخاسة، حكام العرب اللي بيصفوهم صف قدامهم كده ويديهم التعليمات ويدروا تمام يا فندم فخامتك تم علم وسينفذ. فاكرين انتوا اليافطة البانر اللي هو اللوحة بتاعت البنايات اللي كان عايز يحققها ترامب، واداله حط اللوحة على رجله قال له اسمع بقى، بص وري للكاميرا، سيبك انت، خليك انت بارافان بس، يعني انت كده منظر بس، حاجه كده يعني كومودينو يتحط عليه اللوحه.
يعني اللي هيوري حد يوري له كده، يوري له الصوره ويشاور له، لا هو حطها على رجله، حطها على رجله، قال له دي ودي 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 ودي، خلاص بص للكاميرا انت عباره عن كرسي بس يتسند عليه اللوحه. فهم الحكام العرب كده، الحكام العرب كلهم كده على فكره يعني. فجه في طريق غلط، جه في مكان غلط، ولسه راكب راسه عايز ينفذ ما سمي بصفقة القرن. وما سمي بصفقة القرن دي مدفوع فيها شيء وشويات، رايح ضحيتها أعداد لا يعني لا عقل يتخيلها، مش من أهلنا بس، لا من الدول العربية. وما سمي بالربيع العربي، ما سمي بالربيع العربي هو كان ترتيبة للانقلاب على الحكام اللي مش موافقين على صفقة القرن. ودلوقتي الحكام الموجودين موافقين تماما على صفقة القرن. طب ايه اللي معطل؟ ايه اللي مخلي السيسي يقول لا انا مش موافق؟ السيسي خلاص حب القصور، حب الحكم، حب الجو اللي هو فيه، وخايف انه بمجرد ما ينقل سكان القطاع يجيله حماس، ولما تجيله حماس يبقى مش هيقعد في الحكم يوم بليلة، مش هيقعد في الحكم يوم بليلة إذا نقل حماس على أرضه قهرا زي ما عايزين يعملوا. فطبعا تتفهم ازاي دي؟ ترامب مش عايز يفهمها. أمريكا اللي السيسي قدم لها نفسه على إنه الوفي والمخلص اللي هيقوم بكل ده، فجأة قال لا، فكأنها مش سامعة. ترامب كأنه مش سامع، يقول له يلا هجرهم، يطلع له الناس عند الحدود يهيصوا ويرقصوا علم مصر وبتاع والجو الرخيص بتاعه ده، يقول له يلا هجر الناس، يعملوا مش عارف الدبابات قدام عند يقول له يلا هجرهم. كل حاجه يعملها السيسي، كل ردة فعل مصريه يجي ترامب ما يعلقش عليها، بس يقول ايه؟ يلا هجرهم بقى. ليه؟ لان ده المتفق عليه من البدايه. لكن التعويل دلوقتي على محور المقاومة بكل طوائفه.